دلوقتي الكنوز الأربعة اللي معايا في الخرج دول هعمل بيهم إيه؟ خليهم عندك وأنا هبقى أتواصل معاك. طب هم هيفضلوا كده؟ أول ما تطلع على الطريق هيرجعوا لصورتهم الأصلية. قول لي يا بطل، لو اخترت حاجة من الكنوز دي تختار إيه؟ ولا حاجة، لأن المفروض الكنوز دي ما تكونش ملكية شخصية لأي حد. يعني ما عندكش حتى أمنية؟ والله يعني لو على التمني كنت أتمنى يبقى عندي حاجة كده زي جراب الطعام اللي أطعمتنا منه وإحنا جايين من مصر على هنا. امسك الأول. إيه ده؟ ده ليه أنا؟ أيوه. أنا متشكر أوي يا شيخ عبد الأحد. على إيه؟ مع السلامة يا جودة. ما يلا يا اخوانا، بتحكوا في ايه؟ مع السلامة يا جودة. على فكرة المكافأة بتاعتك هتلاقيها على اللجنة في الخرج. يلا. أشوف وشك بخير يا شيخ عبد الرحيم. توصل بالسلامة يا جودة، طريق السلامة. الحمد لله على السلامة يا بطل. ايه يا عبد الأحد؟ مش هتديني مكحلة؟ اصبر يا عبد الرحيم، أنا عارف إنك عايز مكحلة الكنوز عشان تتكحل بيها وينكشف لك من خلالها الكنوز المدفونة تحت الأرض من قديم الزمان. يا علي عبد الرحيم، متبقاش عامل زي العيال الصغيرة اللي لما تعوز حاجة تشبط فيها. تعال ورايا. يا ابني انت جاي من سفر، مش تقوم تشوف بيتك؟ وهو أنا اللي كنت قلت للبغلة تحطه قدام باب الخلوة ولاقيك واقف في انتظاري؟ ولا أنا اللي كنت قلت لي يا جودر وأنت داخل كهف الحكيم الشمردل هتلاقي هناك كتاب، هات الكتاب معاك وأنت جاي، وما تقولش الجنس مخلوق إنك لقيت الكتاب. في إيه بقى الكتاب ده؟ طب اسمع، تعال معايا. تعال خد الخرج ده وحط فيه الحاجة دي، ما تخافش عليه، وتعال ورايا. أجي وراك على فين؟